المغربي. يا أخي حنا ما نختلف أنكم تفتخرون بدولتكم وتفتخرون بالشيء اللي ينتسب لكم وأنكم تحبون الملك حقتكم، لكن مو من حقك أنك تسب رئيس دولة الجزائر اللي هو عبد المجيد تبون. مو من حقك. ليه مو من حقك؟ عشان أنتم لما تسبون عبد المجيد تبون أنت تسبون الرجال. أنت راح تسب رجال يعني ما فيه عيب ولا فيه شيء، بالعكس أنه ما يسهر في الملاهي الليلية للمراهقين والمثليين جنسيا، عكس محمد السادس حقتك هو يسهر في الملاهي الليلية للمراهقين والمثليين جنسيا. المفروض أنك تهاجم محمد السادس مو تهاجم عبد المجيد تبون. ترى عبد المجيد تبون يشتغل شغله، عنده مناورات، عنده دبلوماسية، عنده أمور، عنده سياسة، عنده قضية اللي هي قضية الصحراء الغربية، عنده القضية الفلسطينية، يعني عنده أشياء واجد يشتغل عليها لصالح دولته. فالمفروض أنكم تلومون محمد السادس المثلي جنسيا يلي همه الوحيد إدخال القارورات الزجاجية وحتى القواذب اللحمية في بمته. هذا هو. فككم من عبد المجيد تبون وخلكم مركزين مع المثلي حقتكم جنسيا محمد السادس، وحاولوا دائما أن ترشدوه الطريق الصواب والطريق الصحيح. السلام عليكم.